ارحب بضيفنا الكبير الاستاذ حسين العشي رئيس نادي منتخب السويس. استاذ حسين اهلا وسهلا بيك ومنورنا، والسويس واخده حيز كبير الفتره الاخيره. والله ده اللي بفضل ربنا سبحانه وتعالى والبرنامج المتميز استاد بلدنا وقناه مودرن. والله وانا بس بنتهز قبل اي حاجه ببعث تهنئه وتحيه للكابتن ايمن يونس عشان العمليه اللي اجراها في باريس. انت بناء على انك طلبت مني ده انا اخرت الموضوع لحد ما انت تاتي منك انت مباشره. يعني للامانه هو انسان محترم وانسان عزيز جدا على كل الناس يعني، ونتمنى له الشفاء ونتمنى له انه يعود تاني للساحه الرياضيه كما كان واقوى كمان، لان هو بيتميز ان في اجماع عليه من كل الناس على انه راجل محترم ومتميز وليه جهد وصاحب خلق. يعني انا ما شفتش قله من اللي بيحظوا بكل الاحترام اللي بيحظى بيه الكابتن ايمن يونس، فتحيه ليه وتهنئه ليه باتمام الشفاء وبنجاح العمليه. اذا كابتن ايمن يونس عاد بسلامه الله بالامس لارض الوطن بعد عمليه جراحيه في فرنسا. الحمد لله العمليه كللت بالنجاح، وهنبقى حريصين بمشيئه الله اذا استطعنا الوصول ليه، وكان مستريح وفاتح التليفون ان احنا نتواصل معاه وننقل له تحيات كل مشاهدي ومتابعي استاد بلدنا، وعلى راسهم طبعا الاستاذ حسين العشي. معايا ايضا نجم التحليل في استاد بلدنا واللي ممكن يتغير التايتل بتاعه بين لحظات واخرى، كابتن سامي الشيشيني. اهلا وسهلا يا كابتن سامي ومنورنا. اهلا بك كابتن معتز، وطبعا انا سعيد بوجودي معاك النهارده. الله يخليك. ما علقتش يعني ان التايتل بتاعك يتغير بين لحظه واخرى، يعني تجاهلت الموضوع كاني بقول معلومه او مش معلومه او يعني ايه. انت ادرى. انا لا انا ادرى. كابتن الجميع يتساءل، يمكن كابتن سامي الشيشيني سامعين بشكل كبير، مش ممكن تبقى معانا في استاد بلدنا، اكيد الناس هتسالني كتير، الراجل كان قاعد معاك والقرار طلع بعد دقائق. هل سامع انك من اقوى المرشحين كمدرب عام او مدرب في نادي الزمالك في الفتره المقبله؟ والله كنت معتز، يمكن انا زيك، يمكن انا ساب طبعا قرار مجلس الاداره المفروض فيه النهارده قرار، وطبعا كلنا كابناء نادي الزمالك تحت امر نادي الزمالك في اي موقع يعني هم عايزيننا فيه، في موقع كتير. يمكن انا ماسك 21 سنه في نادي الزمالك، سواء كنت انا موجود او اي حد موجود، احنا بنتمنى ان الزمالك يخرج من الكبوه وهو فيها ويرجع الزمالك تاني اللي هو قبل 4 سنين ان شاء الله. فاتمنى ان اي حد موجود يقدر ان هو يساعد في الفتره اللي جايه ان شاء الله. في اجتماع حاليا لمجلس الاداره، المفروض في اجتماع النهارده المفروض بيقرروا هل بقاء او رحيل مجموعه معينه من الجهاز، مش الجهاز كله. لكن انا شاب بصراحه ان اي حد يجي باذن الله هيقدر او يحاول ان هو يطلع من الكبوه اللي احنا فيها نادي الزمالك، ايا كانت الوسيله وايا كانت الاوراق اللي هيستخدمها مجلس اداره نادي الزمالك للعوده بالفريق للطريق الصحيح، احنا معاها. واللي يخصنا في النهايه الهدف الاخير اللي هو عوده الزمالك القوي المرعب، الحصن الاكيد لكره القدم المصريه، اذا كان ليها حصنين اساسيين فنادي الزمالك لا غنى عنه بجوار النادي الاهلي بكل تاكيد. عايز اقول لحضراتكم بس قبل ما ندخل في مباراه الداخليه ومنتخب السويس، عايز اقول بعض الايميلات في استاد بلدنا @modernsport.tv. في البدايه اهنيك كابتن معتز وشكرا جزيلا على البرنامج اللي استطاع ان يكشف ويعالج كثير من القضايا، ولكن هناك قضايا لن تحل مثل مشكله استاد بني عبيد، فهذا كان مفترض ان يكون قد تم الانتهاء منه منذ سنوات، ولكن توجد شخصيه وتستغل كل نفوذها واموالها لمنع انجاز هذا الاستاد وعدم وجود شعبيه له. كما ان هناك بعض اخر وهو المهندس حسن صقر اللي اطلق عده وعود ليتم البدء في تنفيذها على ارض الواقع، يؤكد لذلك السبب الاول. لذا ارجو من سيادتكم ان تكون هناك متابعه مستمره ومتواصله لما يتم انجازه، وشكرا على سعه صدركم محمود فهمي. استاد بني عبيد حقيقه اتكلمنا عنه كتير جدا جدا ونشدنا الكل لحد ما وصلنا للمحافظ الجديد سياده اللواء سمير سلام محافظ الدقهليه، وحقيقه بنتمنى يعني اعتقد اي متابع ولو على فترات لاستاد بلدنا هيتاكد ان استاد بني عبيد من الاهداف الاستراتيجيه لهذا البرنامج، لانه مش استاد بني عبيد، استاد محافظه الدقهليه واستاد مصر. مش عايزين ننسى ان الاستاد ده كان محطوط في خريطه انه يتلعب عليه مجموعه من المجموعات في كاس العالم اللي كنا المفروض ان احنا مرشحين لتنظيمها اللي هي 2010، ودلوقتي تنحصر امانينا واماني هذا الشعب الكبير بمشيئه الله في الوصول ل 2010. قولوا يا رب. احنا وراك هذا الموسم في الدوري، احنا وراك يا فيوم، هنكسر الدنيا عشان الفيوم والمقصه وبشوي ستصعد للممتاز. مش عارف ازاي كلهم هيصعدوا للممتاز، واحنا جمهور الفيوم والله افضل جمهور على مستوى بلدنا. وشويه تحيات فيومي محمد ابراهيم، تحياتنا يا محمد ليك وتحياتنا للفيوم، ونتمنى حقيقه نشاركك ان الفيوم يكون ليها تواجد طيب. هنكمل بقيه الايميلات، ولكن نرجع لاول مباراه معانا النهارده، مباراه الداخليه ومنتخب السويس واللي انتهت لمصلحه الداخليه 1-0.
هارد لك يا استاذ أبداً. حسين، يعني لعبتوا مباراه طيبه وهنشوف اللقطات. الحقيقه الفريق ادى بشكل كويس، لكن صدفوا سوء حظ الحقيقه، لكن الولاد لعبوا بشكل يعني شاف فعلا من عرض المباراه ان ضاعت اكتر من فرصه محققه. المباراة اللي قادها طاقم تحكيم بقيادة كابتن حمدي شعبان وعاونه عادل عبد الفتاح ومحمد البكري وحكم رابع احمد عبد العال، وكان مراقب هذا اللقاء كابتن حمدي عبد الرحمن من الجيزة وكابتن ساهر حسنين من المنوفية. ليكم اي تعليق على طاقم التحكيم يا استاذ حسين؟ لا التحكيم كان ممتاز جدا ومحايد، وادى الكل يعني صاحب الحق بتاعه بشكل، وما كانش فيه اعتراض من الفرقتين طول ال 90 دقيقة على اي قرار من قرارات التحكيم. جميل جدا. كابتن سامي، فرقة الداخلية من الفرق القليلة اللي بتلعب بطريقة 4-4-2، ويمكن شفنا حرس الحدود بالشيء يذكر، كان ناس كتيرة اتكلمت على الطريقة دي، شايفينه السنة دي بيأدي بيها بشكل طيب وحافظها، خدت شوية وقت. تعليقك ايه سريعا على الطريقة اللي بيستخدمها على الابعاد؟ ممتاز. كان كلمت السنة اللي فاتت في 3 فرق بس اللي كانوا بيلعبوا بالطريقة دي. كان في علاء نبيل، كابتن علاء نبيل في المقاولين، وكان في حرس الحدود طارق العشري، وكان في علاء عبد العال كان في الشرطه. انا كنت بتكلم انه كان ماسك الشرطه، وبعد ما صعدها للدوري الممتاز مسك الداخليه. دي طريقه لعبه بيلعب بيها من ساعه ما مسك فرقه الشرطه من حوالي 4 سنوات، ان هو بدا يحفظ اللعيبه بتاعته، طريقه اللعب بتاعته. شايف ان هي خد معظم اللعيبه اللي كانت معاه من فرقه الشرطه، كان خد حوالي 11 او 12 لعيب معاه في فرقه الداخليه، وخد 3 لعيبه برضه من فرقه اتصالات. فشايف ان هو ده اسلوب لعبه، وهو الراجل بصراحه طريقه لعبه باين ان هو بيحبها، واخد معظم اللعيبه اللي كانت حافظه نفس الطريقه. فانا شايف ان دي طريقه برضه فيها مجازفه شويه، لكن هو ماشي بيها كويس. يمكن اول مشكله قابلته ان هو كانت البدايه بتاعته ما كانتش كويسه، ان هو اتهزم من القناه، لكن سرعان ما دخل في الجدول بقى ليه ما بين الثالث والرابع. دلوقتي يمكن هو كانت هزيمته مفاجاه من جاسكو دي اللي بعدته شويه عن الصداره، لكن هو لو كان فاز على جاسكو، هو عنده النهارده 16 نقطه في المركز الثاني. لو كان فاز على جاسكو المباراه الماضيه كان هو دلوقتي بينافس على المركز الاول. استاذ حسين، شفت ازاي حضرتك الشوط الاولاني وانت تابعت المباراه طبعا بحكم منصبك ومرافقتك للفريق بصوره دايمه من ارض الملعب؟ ايه ازاي شفت الشوط الاولاني؟ والله الشوط الاولاني فريق الداخليه نشط بشكل مكثف، وكانت هجماته يمكن اخطر. لكن احنا كان لنا هجمتين برضو هيبانوا دلوقتي في الشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني هو احرز هدفه زي ما انت شايف حضرتك دلوقتي بيتو الكونغولي. بس هي اصطدمت هي غيرت اتجاهها بصراحه، خدعت الجون فغيرت اتجاهها. يعني هي كانت شوطه عاديه جدا، كان ممكن هتروح لحارس المرمى ما كانتش بالقوه الكافيه فعلا، لكن للاسف غيرت اتجاهها، ضربت في احد المدافعين وجت على شمال الحارس عبد اللطيف. لكن في التايم الثاني منتخب السويس تسيد المباراه بشكل كامل، او تسيد الشوط بشكل كامل. وضاعت منه اكثر من 4 فرص محققه، بالذات فرصتين من كاماتشو وفرصتين من صالح حنظل، وده لعيب جديد لعب اول ماتش في يوم سكر الحونديه الاسبوع اللي فات، اتغلبنا على سكر الحونديه في السويس 2-0 واحرز هدف. وكان انشط ال 22 لاعب، لدرجه وانا طالع اكثر من مدرب من القاهره كانوا قاعدين بيتفرجوا. تعرف نادي ترسانه جنب نادي الزمالك بالظبط، فسالوني ده مين، فقلت لهم لعيب افريقي. قالوا اسمه ايه؟ قلت لهم مش فاكر الحقيقه. يعني برضه ابتدى الكل بيحوم حوالين هو ولد صغير عنده 20 سنه ومن ناشئين السويس، والحقيقه يمكن لو جت لقطات ليه هتحس قد ايه متميز الولد ده. كابتن سامي، اعتقد الشوط الاول شايفينه سجال في فرص الداخليه، ولكن مع احترامي للاستاذ حسين هي اكتر شويه لكن مش اخطر. يعني مفيش خطوره حقيقيه على مرمى. لا هي مفيش خطوره، يمكن هو الهدف بس اللي كان مفاجئ شويه. يمكن الهجمات انت لو بصيت تلاقي هجمه هنا وهجمه هنا، مفيش شراسه من الفريقين على المرمى. يعني كل واحد بيحاول بيأمن دفاعه وبيحاول يلعب على هجمات مرتده. ما انا بقول لك في يعني بيحاول الفريقين بيحاولوا. يمكن برضه منتخب السويس فرقه بدأ كويس قوي السنه دي، فرقه داخله بشكل قوي. يمكن هي في اول 4 مباريات واخده 8 دي شالها الجون بتاع الداخليه، حقيقه فرصه خطيره جدا. هي بس المشكله ان هو كان برضه حصل تذبذب شويه من هزيمه طنطا.